عارف لما تبقى الدنيا جاية عليك من كل ناحية وشايف نفسك أقل واحد في اللي حواليك؟ هو ده بالظبط حال جيرو ياكوين. شاب منطوي ملوش في حاجة غير ألعاب الفيديو، وعاش طول عمره بيتعرض لمضايقات خلت ثقته في نفسه تحت الصفر، لدرجة إنهم مطلعين عليه ألقاب مش لطيفة بتقلل منه. ومن وسط كل الناس اللي كانوا بيحسسوه إنه غريب ومنبوذ كانت أكاري وتنابي، البنت اللي شايفة نفسها عليه وبتعامله دايما بتعالي. جيرو كان شايل منها جدا، بس القدر قرر يلعب لعبته في مشروع الجواز التجريبي اللي المدرسة أعلنت عنه. الفكرة إن كل طالب هيتوزع عشوائي مع طالبة ويعيشوا مع بعض كأنهم متجوزين فعلا. جيرو كان بيتمنى من قلبه إنه يقع مع شيوري ساكورازاكا، البنت اللي قلبه بيدق من زمان، بس الصدمة كانت لما لقى نفسه متدبس مع مين؟ مع أكاري. طبعا هي كانت هتتجنن، لأنها كانت ميتة في دباديب تنجن مينامي، ومش طايقة حتى تبص في وش جيرو. الجو بينهم كان مشحون كهربا، خناق وتقطيم، والعداد بتاع التقييم عمال ينزل لتحت لحد ما وصل للسالب. هنا أكاري وقفت وقالت له: بقولك إيه، إحنا لازم نمثل إننا سمنة على العسل، عشان لو وصلنا للرتبة إيه، القانون بيسمح لنا نغير شركائنا بعد شهر. جيرو فهم اللعبة، يعني لازم يقربوا من بعض قوي ويمثلوا لحظات فيها حميمية عشان يوصلوا لهدفهم وكل واحد يروح لحبيبه. بس الموضوع طلع أخطر مما جيرو تخيل. أكاري بدأت تدخل في الدور بزيادة، قربت منه وبهمس يدوخ في ودنه قالت له إنها هتكون الزوجة المثالية ليه وإنها معتمدة عليه. النفس بقى قريب والجو مكهرب بجد، والتقييم بدأ يعلى فعلا. جيرو من كتر ما هو مش متعود على القرب ده خاف وانسحب، وهو ماشي شاف صدمة عمره: شيوري البنت اللي بيحبها وقع مع تنجن والشاب اللي أكاري بتحبه. ومش بس كده، دول شكلهم مبسوطين جدا مع بعض. رجع البيت متحطم كأنه تمثال من تلج. هنا أكاري رغم لسانها السليط حنت عليه، قربت منه، مسكت وشه بإيديها الرقيقة وقالت له إن الاستسلام مش هيوصله لحاجة. وفي لحظة لخبطة وتوتر والباب بيخبط وصاحبه كاموكا دواكي واقف بره، أكاري بدأت تستفزه بكلامها. وجيرو في لحظة تهور ومن غير تفكير قرب منها قوي، قرب لدرجة إن مفيش مسافة، وخطفت بوسة خلت الدنيا تلف بيه. تاني يوم في المدرسة جيرو كان تايه، مش عارف ينسى ملمس اللحظة دي، وفي نفس الوقت الغيرة واكلاه وهو شايف شيوري قريبة من تنجن. الدنيا كانت بتمطر وجيرو ناسي شمسيته، وصحابه بيحسدوه إنه عايش مع بنت زي القمر في بيت واحد، وهو من جواه حاسس إنه وحيد ومحدش محتاجه. خصوصا إن المدرسة بلغتهم إن تقييمهم مكانك سر في القاع، ومفيش أي تقدم حصل رغم كل اللي فات. الدنيا ليل والمطر مغرق الشوارع، وأكاري وتنابي في الكاريوكي عمالة تتدلع وتلف حوالين تنجن مينامي، والجو هناك آخر روقان. أما بطلنا جيرو جاكوين فكان قاعد لوحده مستني المطر يقف عشان معهوش شمسية، وباله مشغول بأكاري اللي أكيد مقضياها مع حبيب قلبها. فجأة تظهر شيوري ساكورازاكا من ورقة وتطلب تقعد جنبه، هي كمان نسيت شمسيتها. وفي لحظة لقى ايديها بتلف حوالين دراعه وبتلزق فيه بقوة. قالت له إنها خافت من حشرة، بس هو لما ركز لقاها مجرد رسمة. هنا جيرو بدأ يفكر: يا ترى هي لما حضنت تنجن الصبح كان برضه تمثيل عشان خايفة من حشرة؟ السكوت كان سيد الموقف والتوتر بيزيد. شيوري قالت له إنها ما بقتش حابة يناديها بلقبها الرسمي وعايزاه يدلعها باسمها الأول زي زمان. جيرو قلبه كان هيقف من الكسوف، ولسه بيجمع شجاعته عشان ينطق اسمها، طلع له برنس الأحلام تانجن وقطع اللحظة وعرض يوصلها بمظلته، وساب جيرو غرقان في أفكاره. بعد شوية أكاري رجعت وبقوا تحت شمسية واحدة، طول الطريق بتنق عليه وتقول له إنها كان نفسها تكون مع تانجن مش معاه. وسألته بغيظ: أنت ناوي بجد توصل لقلب البنت اللي بتحبها ولا إيه؟ بدأت تشجعه بأسلوبها المستفز، وقررت تدلعه النهاردة وتعمل له أومليت في البيت. وهي بتحط الكاتشب على الرز كانت بتهمس له بكلام فيه إيحاء. جيرو كان بياكل وهو مش على بعضه، الأكل طعمه يجنن، ولما حاول يأكلها بإيده اتكسفت وكسفته، بس في الآخر قامت وأكلت من إيده. والجو بينهم بدأ يسخن والقلوب تدق جامد، لدرجة إن جيرو خرج البلكونة يشم نفسه. وهو في قمة لخبطته شاف شيوري واقفة تحت المطر مبلولة وبتبكي. راحت له لحد باب أوضته وطلبت تفضل معاه. جيرو قرب منها والمسافة تلاشت، ولسه هيبوسها
فجأة سمع صوت خبط ورزع وصوت أكاري بتنادي عليه. فاق من خياله على أكاري وهي بتشده وتترمي في حضنه وبتقول له خليك معايا الليلة دي. كانت مشغالة فيلم رعب، وأول ما ظهر كائن غريب صرخت من الخوف. جيرو قفل التلفزيون وقال لها إن الحركات دي ملهاش لازمة، بس هي قالت له إنها بتعمل كده عشان يعلوا في التقييم ويغيروا شركائهم. ما وقفتش عند كده، جابت بيجامات طقم واحد ليهم هما الاتنين وقالت له يلبس زيها عشان النقط تزيد. جيرو كان مستغرب التغير اللي حصل لها من ساعة ما رجعت من الكاريوكي، وحس إن في حاجة حصلت بينها وبين تنجن، بس عمل نفسه مش مهتم. أكاري طلبت منه يلف وشه عشان تغير هدومها، وجيرو قرر إنه مش هيضعف وهيقوي قلبه ويغير هو كمان قدامها. وفجأة البرق ضرب والكهرباء قطعت. الدنيا ضلمت كحل، وفي ثانية لقى أكاري نطت فوقه من الرعب، والتوتر وصل لليفل الوحش، والعداد بتاع النقط عمال يضرب في العالي. لما ولع كشاف الموبايل شافها بتعيط زي الطفلة، ولما حاول يفتح الباب عشان يخرج اكتشف ان الابواب بتفتح بالبصمة والسيستم مهنج، يعني محبوسين مع بعض في الضلمة. أكاري لزقت فيه أكتر وقالت له بضعف قول لي أي حاجة تضحكني، مفيش بنت هتحبك لو طلعت دمك تقيل كده. جيرو بدأ يحكي لها حواديت كان يا مكان، وهي بدأت تسلم نفسها لهدوء صوته في وسط الضلمة دي. بطلنا جيرو يا كوين قاعد في الضلمة والكهرباء قطعة، وبدل ما يطمن أكاري وتنابي اللي ميتة من الرعب قعد يحكي لها قصص رعب وأساطير قديمة عن أشباح بتظهر في الليالي اللي فيها برق. أكاري من كتر الخوف سدت ودنها وفضلت تشتمه بكلماتها المعتادة، بس جيرو اعتذر لها لما حس إنه زودها. البنت في لحظة ضعف مسكت إيده وقالت له بلهجة مكسورة إن مفيش حد غيره هنا، وسألته ممكن أعتمد عليك شوية؟ جيرو في اللحظة دي شافها رقيقة وقمر وقلبه دق، بس بسرعة فوق نفسه عشان ما يتسحلش في مشاعره. قعدوا جنب بعض على ضوء شمعة بسيطة، وجيرو من كتر الهدوء وحلاوة ملامح أكاري وهي نايمة لسانه فلت واعترف إنها كيوت قوي. كان فاكر إنها نايمة، بس الحقيقة إن أكاري سمعت كل كلمة وفضلت صاحية بتفكر هو قصده إيه بالكلام ده. تاني يوم درجات أول أسبوعين ظهرت، والصدمة إن جيرو وأكاري لسه في القاع، أقل رتبة في المدرسة. جيرو كان باله مشغول بشيوري ساكورازاكا، وخايف تكون مش ماشية مع تنجن مينامي، لأن لو هما ما وصلوش للرتبة العالية حلم جيرو إنه يغير شركته ويروح ليها هيتبخر. جيرو تعب وجاله دور سخونية، وقعد في البيت لوحده يفكر في أكاري اللي سابته وراحت تتفسح مع أصحابها، واتمنى لو كانت شيوري هي اللي معاه وبتعتني بيه. فجأة الباب خبط. جيرو قام وهو فاكر إن أكاري رجعت بدري عشان خايفة عليه، بس لقى قدامه شيوري. في الوقت ده أكاري كانت قاعدة مع صحابها، ولما جابوا سيرة إن طعم البان كيك زي طعم البوسة، أكاري افتكرت بوسها مع جيرو وتعصبت من نفسها إنها بتفكر فيه بالشكل ده وهي المفروض بتحب تنجن. المفاجأة إن شيوري قالت لجيرو إن أكاري هي اللي طلبت منها تيجي تهتم بيه. جيرو فرح جدا إن أكاري بتساعده يقرب من حبيبته. شيوري بدأت تهتم بيه وتفكره بأيام زمان لما كان بيزورها وهي تعبانة ويمسح على راسها بحنية. دخلت المطبخ ولبست المريالة وبدأت تعمل له أكل، وجيرو كان هيتجنن من القرب ده وخايف يفهم مشاعره غلط تاني زي ما حصل زمان لما كان هيعترف لها بحبه، بس هي بكلمة واحدة خلينا أصحاب قفلت السكة في وشه. وهو بياكل من إيدها شيوري سألته لو كان مبسوط مع أكاري. جيرو مردش، وبدل كده سألها هي ليه درجتها مع تنجن قليلة. شيوري بضحكة فيها وجع وتلميح قالت له كنت أتمنى لو أنت اللي جوزي في المشروع ده، وبعدين ضحكت وقالت بهزر وقامت مشيت. جيرو في لحظة اندفاع مسك إيدها بقوة عشان يشجعها ويديها ثقة في نفسها، بس بعد ما مشيت استخبى تحت البطانية وهو بيلوم نفسه إزاي يتهور ويمسك إيدها كده، وإيه اللي هيحصل في قلبه اللي بقى متوزع بين حلم قديم وواقع مع أكاري مش مفهومة. جيرو نايم وباله لسه مشغول بشيوري ساكارازاكا، وخايف يجي اليوم اللي تروح فيه لغيره وتكون مبسوطة مع تنجن مينامي. بس وهو في عز نومه أكاري وتنابي كانت بتبص عليه بحنية، وهمست له إنها كانت طايرة من الفرحة لما ناداها باسمها الأول من غير رسميات. في المدرسة صحاب أكاري عمالين يزنوا فوق دماغها ويقولوا لها إن شيوري بنت رقيقة وممكن تخطف علبة تنجن بسهولة لو بدأت تتحرك، بس أكاري كانت في عالم تاني خالص وسرحانة في حاجة تانية خالص.
في البيت جيرو قعد مع شيوري والجو بينهم كان فيه شد مش طبيعي، لدرجة إنها كانت هتبوسه بس لحقت نفسها في آخر لحظة لأنهم مش متجوزين بجد. افتكرت اليوم اللي طلبت منه يفضلوا أصحاب كريسمس. جيرو وقتها كان متحطم وسابها ومشي، وهي لسه عندها أمل إنها لو حاولت تاني المرة دي هيسمعها. جيرو بكل نبل أو سذاجة قال لأكاري إنه هيعمل كل اللي يقدر عليه عشان يوصلها لتنجن. أكاري في الظاهر كانت فرحانة، بس من جواها في نغزة مش مفهومة. سألت جيرو بتحبوا البنات الرقيقة اللي زي شيوري؟ جيرو حاول يتقرب بس هي ما سابتوش، ومالت عليه فوق الترابيزة بكل دلال. هنا الواحد لازم يثبت ويستعيذ من الشيطان. جيرو قال لها إن أحسن طريق لقلب الراجل هو لانش بوكس معمول بحب، خصوصا لو من بنت زي أكاري ما يبانش عليها إنها بتاعت مطبخ. قعدوا يطبخوا مع بعض وعملت له أكلة تجنن، بس هو قال لها تحفة بس محتاجة تبقى مسكرة أكتر. هي ردت ببرود إن ذوقها ما يهمهاش لأن تنجن راجل ناضج، بس في الآخر عملت له لانش بوكس مخصوص ياخده معاه المدرسة. صاحبه كامو كادواكي أول ما شاف اللانش بوكس قعد يتريق عليه ويقول له إن حياته بقت شبه مانجا إيتشي وهو لسه خام ومش عايز يتحرك. وأكاري دخلت عليهم وهم بيتكلموا، وجيرو شكرها على الأكل بس لسه مصمم إنه محتاج يبقى مسكر. قعدوا يتخانقوا زي القط والفار، وكام واقف يتفرج عليهم وهو بيغني في سره من كتر ما الجو كان توكسيك ولذيذ في نفس الوقت. تاني يوم الصبح جيرو لقى أكاري مجهزة الأكل لتنجن وشكلها يفتح النفس. بدأت تأكله أومليت بإيدها علشان يدوق وهو لسه بيقول مش مسكر. جيرو افتكر إن مراته التجريبية بتطبخ لراجل تاني والبنت اللي بيحبها متجوزة نفس الراجل. مأساة بجد ومفيش فيها أي حلاوة. أكاري لبست أحلى ما عندها علشان تروح لتنجن، وجيرو استغرب إنها عمرها ما لبست له كده. وقبل ما تمشي طلبت منه حاجة للوداع زي المرة اللي فاتت. جيرو اتلخبط وقال لها أنت رايحة تقابلي حبيبك، متأكدة إنك عايزة بوسة مني؟ ردت عليه بمنتهى الصراحة وقالت له إن بوسته هي اللي بتحسسها بالأمان. وفي اللحظة دي والجو مشحون والوشوش قريبة من بعض، الباب خبط. شيوري واقفة ومعاها فطيرة تفاح زيادة، وقالت لأكاري إنها عاملاها مخصوص لتنجن لأنه بيحب الحاجات المسكرة. جيرو اتصدم من الصدفة، وأكاري بصت للفطيرة بنظرة نار كأنها داخلة حرب. جيرو واقف مكسور الخاطر وهو بيشوف أكاري وتانابي قاعدة حزينة ومطفرية. البنت كانت فاكرة إن شطارتها في الطبيخ هي اللي هتقربها من تنجن مينامي، بس لما عرفت إنه بيحب الحاجات المسكرة زي اللي شيوري ساكورازاكا عملتها حست إنها ملهاش لازمة. جيرو حب يطيب خاطرها وبدأ يمدح فيها وفي جمالها وقال لها إنها أي شاب بيتمناها، ولسانه فلت وقال لها إنها أحلام أي حد. وفي لحظة حس إنه عك الدنيا زيادة. أكاري بصت له بتحدي وسألته وانت كمان بتفكر فيا كده؟ جيرو عمل نفسه مش فاهم بس هي ما سابتوش، ونطت فوقه بجرأة خلت نفسه يتقطع، وقعدت تسأله فكرت تعمل كده معايا كام مرة؟ وإيه اللي كان بيجي في بالك؟ جيرو كان هينهار، وهي كملت وقالت له اعمل اللي انت عاوزه، أنا هحقق لك أمنيتك. جيرو في لحظة كان هيستسلم، بس حس بحاجة غريبة. أكاري كانت بتترعش تحت إيده. هنا الرجولة حضرت. مسكها بهدوء وقال لها إنه مش هيعمل حاجة، لأن الحركات دي ما بيعملهاش غير الاتنين اللي بيحبوا بعض بجد. هو ضحى بفرصة عمره عشان ما يستغلش ضعفها. وهي قامت وهي متضايقة وقالت له ينسى موضوع الجواز ده خالص. في المدرسة الجو بينهم بقى تلج، والعداد بتاع النقط عمال ينزل لحد ما وصل لاتنين. شيوري كانت بتبص على الجدول بحزن، ونفسها جيرو يعلى في التقييم عشان تقدر تروح له. جيرو كان هيتجنن من تأنيب الضمير، واكتشف إن أكاري خام زيه بالظبط، وإن كل الدلع ده كان مجرد غلاف لقلب خايف وبيجرب لأول مرة. شيوري طلبت تتكلم معاه ومالت على السور بكل رقة، وسألته إيه اللي حصل بينه وبين أكاري. جيرو حكى لها إنهم اتخانقوا وإنه غلط في الكلام. شيوري شجعته إنه يعتذر ليها وقالت له أنا عارفاك أكتر من نفسك. رجع البيت لقى أكاري محضرة له الأكل بس قافلة على نفسها الأوضة، والعداد وصل لصفر. جيرو جمع شجاعته وخبط على بابها، وأول ما دخل شم ريحة الأنوثة اللي مالية المكان. لقاها نايمة على السرير ومطمشاه. حاول يعتذر وهي قالت له مفيش حاجة حصلت وخلينا ننسى. هنا جيرو قرر يفتح قلبه بجد وقال لها انت فاهمة غلط، أنا فعلا كان نفسي أقرب منك، وفي خيالي عشت معاكي لحظات كتير مشحونة، وأنا متشكر إنك اديتيني الإحساس ده. أكاري وشها جاب ألوان وقالت له إن كلامه ده تحرش،
وإنه هيفضل طول عمره خام لو فضل يتكلم كده. جيرو ابتسم وقال لها إن السبب الحقيقي اللي خلاه يقف هو إنه عاوز يعاملها بقيمة أكبر من مجرد لحظة اندفاع ممكن تندم عليها بعدين. هو عاوزها تكون حاسة بالإيمان وهي معاه، مش مجرد تمثيلية عشان النقط. جيرو ما كانش طايق حالة البرود اللي بقت بينه وبين أكاري وتنابي. كان نفسه يرجع يتكلم معاها بطبيعته وياكلوا سوا زي الأول. جمع شجاعته وشال الفوطة من على راسها وبص في عينيها وقال لها إنه عاوز يرجعوا زوجين تاني بجد. بس في ثانية ارتبك وحس إنه داس على طرفها، واعتذر وقال لها إنه عارف إن قلبها مع تنجن مينامي ومش هيفرض نفسه عليها. أكاري في الأول اتضايقت، وبعدين قعدت تضحك عليه وتتريق على هيئته البائسة، وهو اتغاظ وفكرها إنها هي اللي قالت له بلاش نعيش دور المتجوزين ده تاني. بس هي فاجأته ومسكت صباعه بحنية وقالت له إنها مستمتعة بجوازهم أكتر ما كانت تتخيل. مش بس كده، أنا بحبك جدا. وبعدين قالت له بابتسامة تدوخ: حمد لله على السلامة يا جيرو. أول ما دخلت أوضتها استوعبت اللي قالته، وطلعت البلكونة وهي مش مصدقة إنها اعترفت له بكل القرب ده. تاني يوم في الجيم، جيرو كان قاعد يتفرج على تنجن وهو بيلعب باسكت زي النجوم، وحس بصغر النفس وهو شايف المعجبات حواليه، وخصوصا لما شاف نظرات أكاري وشيوري ساكورازاكا ليه. صاحبه كامو كادواكي جه كمل عليه وقال له إن في إشاعة بتقول إن تنجن مش ناوي يغير شريكته مهما وصل تقييمه. يعني حلم جيرو إنه يروح لشيوري بقى في مهب الريح. جيرو كان قاعد هيعيط، وصاحبه الجدع قال له بمنتهى الرزالة إن شيوري أحسن لها تعيش مع واحد برنس زي تنجن بدل واحد فاشل زيه. جيرو قاعد يتخيل تنجن في عالم أساطير والبنات كلهم هيموتوا عليه. شيوري راحت لجيرو وسألته ليه شكلك حزين كده، وافتكرت إنه متخانق مع أكاري، وقالت له إن أكاري بنت طيبة وما ينفعش يزعلها. جيرو كان نفسه يصرخ ويقول لها إنه شايل همها هي، وسألها بوجع: أنت ناوية تفضلي مع تنجن للأبد؟ في نفس الوقت أكاري كانت في مخزن الأدوات لوحدها، ودخل تنجن فجأة. الصندوق كان هيقع على دماغها بس تنجن لحقها في آخر لحظة، وبقى فوقيها مباشرة في وضع يخلي النفس يقف. أكاري شكرته وبعدته عنها وهي قلبها بيدق، وحست براحة غريبة مش عارفة ليه. سألته هي كمان: ناوي تفضل مع شيوري للأبد؟ رد عليها وقال لها ممكن لو هي طلبت ده. أكاري في اللحظة دي عينيها دمعت، وحست إن حبها ليه حقيقي، وبدأت تضعف. تنجن مسك وشها وقال لها بصي في عينيا، وكأنه عاوز يقرأ اللي جواها. وفي عز اللحظة دي كام وصل وشاف المخزن مفتوح والجو كان متكهرب بجد. أما شيوري فردت على جيرو وقالت له إنها لو وصلت لأعلى رتبة، وسكتت فجأة ومشيت. بس جيرو صرخ وراها وقال لها إنه هيوصل لأعلى رتبة مهما حصل. وقبل ما يخلص جملته صاحبه كامو ظهر تاني زي القضا المستعجل، وجيرو كان نفسه يخلص عليه ويرتاح من رزالته. جيرو كان واقف في نص الملعب مش فاهم حاجة، وصاحبه كامو كاداواكي داخل بوشه وبيقول له إنه شاف تنجن مينامي وأكاري في وضع مريب. بس تنجن قطع كلامه ببرود وسألهم بيتكلموا في إيه. جيرو بص أكاري وتنابي لقاها مطفية وحزينة جدا، وكامو كالعادة قعد يهزر ويقول إن محدش بيناديه باسمه في الأنمي ده، لحد ما تنجن ناداه باسمه الحقيقي. حتى كامو نفسه كان هيقع في حب تنجن من كتر شياكته. شيوري ساكروزاكا مشيت مع تنجين، وكامو حاول ينسحب بهدوء بس لقى جيرو واقف متنح لأكاري في سكوت تام. ولما جيرو قرب منها عشان يكلمها صدته وقالت له إنها تتأخر على حصتها بكرة، وسابته ومشيت. بالليل جيرو قاعد بيلعب وصاحبه كامو لسه بينقي فوق دماغه بسيرة تنجين. جيرو جاب آخره وقال له اخلص يا ابني في ايه. كامو قال له بلهجة غامضة إن في بوس حصل، وجيرو اتصدم وافتكر إن كامو هو اللي باس تنجين. بس الصدمة الحقيقية كانت لما كامو قال له إن البوس حصل بين أكاري وتنجين. جيرو عمل نفسه مش مهتم وقال ببرود إن ملوش دعوة لأن أكاري بتحب تنجين وهو بيحب شيوري، بس من جواه كان محطم. دخل البيت ولقى أكاري مرمية على الكنبة. حاول يكلمها ويسألها لو كانت تعبانة، بس هي طنشته خالص. جيرو قعد جنبها وقال لها بكسرة: أنا آسف إني مش تنجين. أكاري قامت وتعصبت وقالت له: إيه اللي جاب سيرة تنجين دلوقتي؟ جيرو بوش مرتبك قال لها إنه عارف إنهم قربوا من بعض قوي في الجيم وإنه فرحان ليها. أكاري استغربت وقالت له: وفرحان ليه؟ أنا كنت مبسوطة بس إنك اتكلمت معاه. جيرو سألها بحدة: هو أنتِ بتبوسي الناس لما بتبقي مبسوطة معاهم؟
أكاري قعدت تضحك بهستيريا وقالت له إن الموضوع كله سوء تفاهم. تنجين كان بس بيشوف لو في تراب في عينيها. عينيها دمعت وقالت له إنها زعلت قوي إن جيرو صدق حاجة زي دي بالسهولة دي، وإنها تعبت قوي عشان مشروع الجواز ده. جيرو لما شاف دموعها ما قدرش يمسك نفسه، قرب منها وخدها في حضنه بقوة، وهي استسلمت وبدأت تطلع كل الوجع اللي جواها في حضنه. بالليل بقى والجو هدي، أكاري خرجت من الحمام ولابسة قميص من بتوع جيرو، وطبعا المنظر ده كان تقيل قوي على أعصاب بطلنا، خصوصا والبضاعة باينة من القميص الواسع. قعدت تاكل موزة بطريقة فيها دلع غريب وقربت منه قوي. جيرو قال لها خدي بالك أنا مش عارف أبص فين. سألته بخبث هو قلبك بيدق؟ قال لها لأ، اتعودت. بس هي لزقت فيه وقالت له كذاب، أنا سامعة دقات قلبك هتنفجر. جيرو عقله طان وحاول يهرب من الموقف بإنها المفروض تلبس كده لتنجن. الصبح جيرو كان نازل يرمي الزبالة، راحت له أكاري وبدأت تعدل له الكرافتة بحنان، وطلبت منه يوطي شوية عشان تطول. جيرو في اللحظة دي كان بيبص على جمال شخصيتها، مالت براسها على صدره وقالت له خد بالك من نفسك. جيرو سرح للحظة وتخيل لو هما متجوزين بجد ولسه هيمد إيده يضمها، راحت وقفته فجأة. في المدرسة جيرو لقى نفسه لوحده مع شيوري ساكورا زاكا، وحس إن الحظ بدأ يضحك له. شيوري كانت بتفتكر كلام صاحبتها مي هانامو اللي شجعتها تعترف بحبها. في نفس الوقت صحاب أكاري كانوا بيوقعوها في الكلام وبيقولوا لها إنها بقت مهتمة بجيرو زيادة عن اللزوم، بس هي حاولت تعمل مش واخدة بالها. وهو جيرو وشيوري بيمسحوا السبورة، أكاري بعتت له رسالة إنها عاوزة تروح تتسوق معاه، بس لما شافته واقف مع شيوري استخبت وراقبته من بعيد وهي مش فاهمة هي بتعمل كده ليه. شيوري فجأة قربت من جيرو، خبطت فيه وقالت له غمض عينك ووطي شوية. جيرو حس إنه في حلم وافتكر إنها هتبوسه، فمال عليها بكل حواسه. بالليل في البيت أكاري دخلت على جيرو بكوباية لبن دافية وقالت له إنها عملت زيادة. سألته عن شيوري، ولما قال لها إن الدنيا تمام سمته كذاب، وبعدين طلبت منه طلب غريب: ناديني باسمك الأول يا جيرو. جيرو من كتر الصدمة والكسوف كان هيشرق في اللبن. لما رفض قالت له بضعف إنها ساعات بتفقد ثقتها في نفسها، ولو هو ناداها باسمها هتحس بأمان. جيرو حاول يهرب من الموقف، بس هي شدته ليها وقربت منه قوي. كانت متضايقة إنها هي اللي دايما بتناديه باسمه وهو لأ، وقالت بلهجة فيها وجع: أنا حاسة إني الوحيدة اللي واقعة في الحب هنا. جيرو اتصدم، هي لسه قايلة إنها بتحبه. تاني يوم المدرسة أعلنت عن امتحان أكاديمي، واللي هيسقط من الأزواج هياخد دروس إضافية. أكاري ما كانتش مهتمة، وجيرو كان عارف إن مستواه في الضياع، وقلق على أكاري لإنها طول الوقت خروجات. سألها عن المذاكرة، قالت له إنها رايحة كاريوكي مع شباب من مدرسة تانية. جيرو ما كانش غيور، بس كان خايف تسقط وقال لها لو سقطتي هتبعدي أكتر من تنجن مينامي. قالت له إن الشباب هم اللي طالبينها بالاسم وصعب ترفض. جيرو بصلها بجدية وقال طب وأنا كمان راجل وبطلب منك تفضلي وتذاكري معايا. أكاري وافقت وهي بتدلع عليه وبتقول إنه بيعمل كده بس عشان خايف على مصلحته مع شيوري. وفي البيت أكاري كانت بتذاكر وهي مش طايقة الكتب وبدأت تستعرض جمالها أكتر ما بتستعرض شطارتها في الحساب، وجيرو بيحاول يسيطر على أعصابه ويشجعها بالعافية. أكاري واتانابي كانت قاعدة بتذاكر مع جيرو، بس طبعا المذاكرة كانت في وادي وهي في وادي تاني خالص. قعدت تلعب بالقلم وتعمل حركات تشتت أي حد، وبعدين قربت منه بدلال وقالت له ما تيجي نعمل حاجة أمتع من المذاكرة، قول لي أنت عاوز إيه وأنا هعمله لك حالا. جيرو كان هيفقد السيطرة على أعصابه، بس جمد قلبه وصمم يكملوا مذاكرة. ولما حلت مسألة صح جيرو شجعها وهي طارت من الفرحة وبدأت تحرث في الكتب زي العبقرية. جيرو فهم إن مفتاح أكاري هو المدح والكلام الحلو. قعدت تدلعه وتقول له يا سينسي يعني يا أستاذي. تاني يوم الصبح جيرو دخل الحمام وسمعتها بتناديه بلقبه الرسمي يا كوين، وده استغربه جدا. قدمت له القهوة وهي لسه بتناديه بلقبه، وقالت له إن نتائج الميد تيرم هتظهر النهاردة. كانت مهتمة بيه وبشكله وهو لسه صاحي، وقالت له هعدلك شعرك المنكوش ده بعدين. بس جيرو كان مستغرب هي ليه رجعت للرسميات تاني.
في المدرسة صاحبه كامو كادواكي حكاله إنه اتخانق مع مراته في المشروع وسألها سؤال غبي خلى الدنيا تولع بينهم، وجيرو قعد يلومه على غبائه في التعامل مع الستات. وهم ماشيين شافوا ماي هامانو وهي بترفض بنت كانت بتعترف لها بحبها، وحسوا بكسرة قلب البنت دي. جيرو فضل يفكر طول اليوم في أكاري، وافتكر إنها كانت عاوزاه يناديها باسمها الأول، وشك إن ده هو السبب في برودها معاه. وهو في الحمام أكاري دخلت عليه فجأة وهي طايرة من الفرحة. جيرو قال لها مش وقته خالص، بس هي ما كانتش سامعة. كانت بتبشره إنهم بقوا في المركز الثامن. نطت عليه وحضنته وهي بتصرخ من السعادة. بعد الحمام قعدت تنشف له شعره زي الزوجة المثالية، وكانت بتقول إن ريحته حلوة، بس لسه بتناديه بلقبه الرسمي. جيرو جرب ينطق اسمها أكاري وهي مشغلة السشوار فمسمعتوش. عاد الاسم تاني بصوت أوضح. أكاري طفت السشوار ونزلت على ركابها قدامه وسألته بلهفة: قلت إيه يا جيرو؟ جيرو فاهم إنه جاب التايهة وبدأ يناديها أكاري وهي تناديه جيرو، والجو اتقلب خجل ودلع مش طبيعي. وأكاري وشها بقى زي الطماطم من كتر الفرحة، وقالت له بدلال إنها عاوزاه يفضل يناديها كده، وإنها حابة يفضل يريحها ويدلعها في الوقت القليل اللي فاضل لهم سوا. في الوقت ده ماي هامانو شافت ترتيب جيرو وأكاري في الجدول، وراحت حذرت شيوري ساكارازاكا إنها ممكن تخسره في أي لحظة، وقالت لها فوقي، أكيد باسوا بعض وممكن يوصلوا لأبعد من كده لو فضلتي واقفة تتفرجي. الخطة بدأت لما شيوري تعبت وراحت العيادة، وماي المدبرة خلت جيرو يروح يطمن عليها. شيوري كانت مجهزة نفسها، حطت روجها وقعدت تستناه. جيرو دخل ومعاه ساندويتش، بس لقى إن تانجن مينامي سبقه وجاب له واحد. شيوري بدأت تفتح قلبها لجيرو، قالت له إنها بتحسده هو وأكاري حتى على خناقهم، وإنها حاسة إن كل البنات كبروا ونضجوا إلا هي. جيرو سألها ببراءة: وهو تنجن ما خلاكيش تنضجي؟ شيوري ردت بكسوف وقالت له إنها لسه محتفظة ببياضها وما حصلش معاها أول بوسة، وخايفة تكون وحشة فيها. جيرو طمنها وقال لها إن أول بوسة دي عمرها ما تكون وحشة لأنها غالية. هنا شيوري فاجأته وطلبت منه يتدربوا على البوس سوا. جيرو اتصدم وسألها ليه أنا؟ قالت له أنت الوحيد اللي أقدر أطلب منه كده. شيوري نزلت على ركابها وبصت له بنظرة تدوخ. جيرو حس إنه في حلم، بس قال لازم أكون راجل. مسكها من دراعها وقرب، بس هي في آخر لحظة خافت وقالت استنى، إحنا مش متجوزين. في اللحظة دي صاحبة أكاري كانت معدية وسمعت صوت السرير بيزيق ففهمت غلط وخلعت. جيرو وهو بيتحرك اتزحلق ووقع على شيوري، وحصلت أول بوسة بالصدفة. شيوري بدأت تطلع أصوات مشحونة بالتوتر، وجيرو اعتذر وهرب من العيادة وهو مش شايف قدامه. أكاري كانت عمالة تبعت رسائل لجيرو وهو ما بيردش، ولما صاحبتها قالت لها إنها سمعت أصوات في العيادة أكاري قلبها قبضها. ولما جيرو رد وقال إنه كان مع شيوري، الدنيا سودت في وش أكاري. قعدت في كافيه لوحدها حزينة، وتنجين كان شغال هناك وشافها كده، فطلب لها كريم شانتيه زيادة عشان يروقها. بس هي كانت في عالم تاني. روحت البيت وهي ميتة من القلق، خايفة تفتح الباب تلاقي جيرو تاني غير اللي تعرفه، خايفة يكون نضج مع شيوري وسابها هي ورا. بس لما دخلت لقت جيرو نايم على الكنبة. شافت الكوبايات والشوكولاتة وعرفت إنه كان مستنيها طول الليل. قربت منه وهو نايم، المشاعر كانت في قمتها، وهي بتهسله: انت نضجت بعيد عني يا جيرو، عملت ايه في العيادة؟ قالت له بوجع منها مش عاوزاه يسبقها ويغيب عنها، وقررت انها هتفضل تدعمه في حبه لشيوري، بس من جواها كانت بتتحرق من فكرة انه ممكن يضيع من ايديها. صحى جيرو يا كوين الصبح ولقى نفسه في وضع ما يتوصفش. أكاري وتنابي نايمة جنبه في السرير، ولما فتحت عينيها وقالت له صباح الخير برقة، هو ما كانش عارف ينطق. جيرو بصلها بصدمة وسألها هو إيه اللي حصل لهدومك؟ وردت عليه ببرود وقالت له ما أنت اللي قلعتهم لي. جيرو عقله طار وبدأ يراجع شريط الليلة اللي فاتت، بس مفيش أي ذكرى. أكاري كملت تمثيل وقالت له إنه عمل حاجات كتير وهي استسلمت له، وهو بدأ يسأل نفسه برعب هو أنا خلاص ودعت أيام الخام؟ وبدأ يعتذر لها بحرقة ويقول لها إنه آسف لو الموضوع كان مؤلم أو صعب عليها، لأن دي كانت أول مرة ليه. أكاري أول ما شافته منهار كده قعدت تضحك وقالت له إنها كانت بتشتغل وما حصلش أي حاجة من دي، وإنها مش سهلة كده. تاني يوم في المدرسة الكراش القديم شيوري كانت واقفة بتشيل أكياس الزبالة، وصحاب أكاري قرروا يتدخلوا وخلوا جيرو يساعدها. جيرو كان فاكر إن القدر هيديه فرصة تانية لما طلبوا منهم يشيلوا كيس كبير سوا،
بس شيوري بكسوف طلبت تشيل مع صاحبتها، وجيرو حس إنه أخد ألم على كرامته ورجع لورا وهو محطم. في الوقت ده أكاري كانت قاعدة مع صحابها وهم بيحاصروها بالأسئلة: انتي بجد بتحبي جيرو؟ أكاري وشها قلب طماطم وما قدرتش تنكر. ولما سألوها عن تنجن مينامي، قالت لهم إن شيوري وتنجن شكلهم مبسوطين مع بعض وهي مش عاوزة تخرب عليهم. صحابها حذروها بجدية إنها لازم تفكر بهدوء، لأن جيرو الطيب ده كان ممكن يعامل أي بنت تانية بنفس الحنية والاهتمام، وخايفين تنجرف ورا مشاعرها وتتوجع في الآخر. أكاري مشيت وهي شايلة هموم الدنيا فوق راسها، وصحابها واقفين يتفرجوا عليها وهم عارفين إن المنافسة بينها وبين شيوري بقت على المكشوف، وكل واحدة فيهم قلبها بيدق لنفس الشخص، والجو بقى مشحون بمشاعر لو انفجرت الكل هيتحرق. ده الجزء التاني من حكاية جيرو وأكاري، الاتنين اللي القدر دبسهم في مشروع جواز تجريبي وهم أصلا مش طايقين بعض. جيرو كان عينه من شيوري، وأكاري دايبة في حب تنجن، واتفقوا يمثلوا إنهم سمنة على عسل عشان يعلوا في التقييم وكل واحد يروح لحبيبه. بس اللعبة قلب بجد، مواقف كتير مكهربة حصلت بينهم، من بوسة بالصدفة لحبسة في الضلمة والكهرباء قطعة لمذاكرة قلبت بلعب أعصاب. جيرو بدأ يتلخبط بين حلمه القديم مع شيوري وواقعه الجديد مع أكاري اللي بدأت تعترف لنفسها إنها مستمتعة بجوازهم. وفي الوقت اللي شيوري بدأت تتحرك وتطلب من جيرو طلبات رومانسية عشان ما تخسروش، كانت أكاري بتجهز نفسها لمهرجان الألعاب النارية عشان تقابل تنجن. الجو متكهرب في البيت، مهرجان الألعاب النارية بدأ، وأكاري وتنابي واقفة قدام جيرو باليوكاتا بتاعتها وبتقول له بدلال إن اللبسة واسعة ومحتاجة تتربط وتتضيق أكتر. جيرو بيحاول يشد الحزام بإيد بتترعش، وهي بتبصله بتحدي وبتقوله: أنت لسه خام قوي يا جيرو. كلمة نزلت عليه زي الصاعقة. هي شاغلة بالها إن تنجن مينامي هيكون هناك وعاوزة تظهر قدامه بأحلى صورة، وجيرو بيسأل نفسه بوجع: طب ما احنا لوحدنا دلوقتي، ليه ما بتعمليش حساب لوجودي زي ما بتعمل ليه؟ أكاري طلبت منه يختار لها شكل الفيونكة بتاعة الحزام، ولما اختار واحد قالت له ببرود: ده ستايل عيالي قوي، تنجن أكيد بيحب الستايل الناضج. وفضلت تحرقه بكلامها وتقول له: انت هتفضل هنا لوحدك في البلكونة تتفرج على الصواريخ، وأنا هكون مع تنجن في جو رومانسي، وإياك تتصل بيا لو حسيت بالوحدة لأني هكون مشغولة معاه. جيرو سكت وهو بيشد الحزام. وصلوا المهرجان وصحابها قالوا لها: احنا ظبطنا لك الدنيا عشان تنفردي بتنجن. أكاري شكرتهم بس جواها صراع غريب، بتفكر في جيرو اللي ساعدها تلبس وتتزوق عشان تروح لراجل تاني، وسألت نفسها: يا ترى هقدر أرجع أهتم بتنجن زي الأول؟ وهل هقدر أرجع أمثل دور الزوجة مع جيرو بعد اللي حصل؟ المفاجأة كانت إن تنجن مينامي مجاش. زمايله اعتذروا وقالوا إنه فضل يكمل في شغله عشان الزحمة. أكاري حست بخيبة أمل، بس في نفس الوقت حست براحة مش مفهومة، كأنها كانت خايفة تقابله. حاولت تروح له مكان شغله بس شافت الصدمة: تنجن ماشي مع شيوري ساكورا زاكا لوحدهم. افتكرت إنه كذب عليها عشان يهرب منها ويروح لحبيبته، والوجع عصر قلبها وقررت تروح وهي منهارة. أما جيرو فكان قاعد في البيت بياكل في نفسه، عمال يفتكر لمساته الأكاري ومسكت إيديهم، وبيسأل نفسه: لو تنجن هو اللي عمل كده كانت هتبقى هي دي البداية لقصة حبهم؟ وإحنا لما نغير الشركاء هنبقى إيه؟ مجرد زمايل في الفصل؟ فضل يتخيل حاجات تخليه يمرض من الغيرة لحد ما تليفونه رن. كانت أكاري، وصوتها كله شهقات وبكا يقطع القلب. نادت عليه بضعف: جيرو. وفضلت تعيط بحرقة وهي بتقوله: أنا كنت عارفة، أنا أسفة. جيرو قلبه اتخطف، سألها: أنت فين؟ أنا جاي لك حالا. لسه بيلبس عشان ينزل يجري وراها، الباب خبط. فتح لقى أكاري قدامه متبهدلة ودموعها مغرقة وشها، وقالت له بكسرة: أنا أسفة، ما لقيتش مكان أروحه غير هنا. جيرو بصلها والجو فجأة بقى مشحون بحزن وقرب يوجع، وعرف إن الليلة دي مش هتعدي بالساهل. جيرو واقف قدام أكاري وتنابي والكسرة باينة في عينيها. قالت له بوجع إن الكل تعب عشانها وهي في الآخر فشلت. جيرو ملقاش حاجة يعملها غير إنه يسيب تليفونه، وقال لها الكلمة اللي طمنت قلبها: نورت بيتك يا أكاري. قعدوا سوا يتفرجوا على الألعاب النارية من البلكونة، وقالت له إنها مبسوطة إنها لبست اليوكاتا عشان يشوفها. وجيرو بقلب مكسور قال لها: أنت في بيتك دلوقتي،
اقلعي اللبسة التقيلة دي وارتاحي. أكاري ضحكت وقالت له بلاش أفكار شمال يا جيرو. سألته بدلع أنا شكلي حلو؟ جيرو رد بطفولة وقال لها إنه كان هيفضل الفيونكة التانية. أكاري ضحكت وقالت له أنت أكيد غيران. جيرو اعترف إنه مش عارف هو حاسس بإيه، وده فاجئ أكاري. راحت ماسكة إيده وحطتها على الحزام بتاعها وقالت له خلاص اتمكن انت واعمل الفيونكة اللي تعجبك، اعمل اللي انت عاوزه. جيرو واقف مكانه متسمر مش عارف يتصرف، وهي استعجلته وقالت له اخلص قبل ما الصواريخ تخلص. قرب منها من ظهرها لدرجة إن نفسه بقى في رقبتها. التوتر كان واصل للسما. أكاري مسكت فيه بقوة وطلبت منه يهمس باسمها. قالت له نادي عليا يا جيرو، ناديني عشان أحس إني قادرة أحاول تاني. جيرو فضل يكرر اسمها وهي مستسلمة تماما لكلامه وقربه، والاتنين بيبصوا للسما وهم عارفين إن دي أول وآخر مرة هيشوفوا فيها الألعاب النارية سوا وهم متجوزين. جيرو كان جواه صراع، هو بيدعمها تروح لتنجن مينامي، بس لما سمع صوتها بتعيط في التليفون وعرف إنها راجعاله حس براحة غريبة خلت قلبه يطير. تاني يوم أكاري قاعدة تندب حظها وجيرو بيحاول يرفع معنوياتها. اكتشفوا إن ترتيبهم بقى 13، يعني فضل لهم تكة ويوصلوا للمراكز الأولى. أكاري بصت له وقالت له بدلال أنا معتمدة عليك يا حبيبي. جيرو دخل ياخد دش وفجأة أكاري اقتحمت عليه الحمام وهي بتصرخ في مصيبة. جيرو اتفاجئ وهو في حالته دي وطلع إن المصيبة مجرد عنكبوت صغير. جيرو اتعصب وقال لها انت بتدخلي عليا كده عشان عنكبوت؟ ردت عليه بمنتهى البرود ومين يعني اللي مهتم بجسمك ده؟ أكاري صممت إن جيرو يفضل ملازم ليها لحد ما يقتل المجرم ده، وفضلت لازقة فيه وجيرو كان هيفقد أعصابه من القرب اللي مش مريح ده. دخلت الحمام وطلبت منه يفضل واقف ورا الباب ويسد ودنه. جيرو خياله سرح في اللي بيحصل جوه، ولما خرجت اعتذرت ليه إنها تعبته، بس قالت لنفسها إنها مبسوطة إن جيرو هو اللي معاها، لأن تنجين عمره ما كان هيعمل كده عشانها. وهي قاعدة بتلون ضوافرها بصت له بجرأة وقالت له أنا كمان عاوزة من الكريمة البيضة بتاعتك دي. جيرو ارتبك وقال لها هجيب لك معلقة، بس هي ضحكت بكرياءة وقالت له أنت فاكرني خايفة من بوسة غير مباشرة؟ اخلص أنا عاوزة اللي معاك أنت. وفتحت بقها واستنته يأكلها بإيده في جو كله توتر وخلت جيرو مش عارف يودي وشه فين. جيرو قاعد بيأكل أكاري وتنابي من الكريمة البيضة بتاعته بالمعلقة وهي فاتحة بقها وبتبصله نظرة دوخ. الجو كان مكهرب وفيه شد مش طبيعي. جيرو شافها رايقة كده فسألها هو إيه اللي حصل النهاردة وخلاكي مبسوطة؟ ردت بسؤال أغرب وقالت له تفتكر لو كنا اتقابلنا في مكان تاني كان إيه اللي حصل؟ جيرو قال لها إنهم غالبا ما كانوش هيكلموا بعض أصلا. قالت له ما تيجي نبدأ نتواعد بجد. بس طبعا المجرم الصغير ظهر تاني. العنكبوت رجع وأكاري فقدت أعصابها واترمت في حضن جيرو وهي ماسكة فيه بكل قوتها، والتوتر رجع لأعلى مستوياته. تاني يوم صاحبه كامو كادواكي جاله بنشرة إعلانية عن شغل صيفي في مكان بعيد، وقال له إنه قدم له فيه من ورا ظهره. جيرو كان لسه هيتعصب بس شيوري ساكورازاكا ظهرت وهي شايلة الورقة وقالت له إنها هي وصحاباتها كمان قدموا في نفس الشغل ده. جيرو عينيه لمعت وبدأ يتخيل الصيف مع شيوري والقرب اللي هيحصل بينهم والأوقات اللي هيقضوها سوا وهم نايمين في نفس المكان. صاحبه قال له لازم تاخد موافقة مراتك الأول، بس أكاري أكيد مش هتمانع عشان تاخد راحتها مع شباب تانية وهي على ذمة جيرو. جيرو دافع عنها وقال إنها مش كده، وصاحبه تمناله إن الصيف ده يكون الضربة القاضية لمشاعره. رجع البيت ولقى أكاري مش موجودة وافتكرها مشيت خلاص، بس فجأة دخلت عليه وهي لابسة مايو يجنن. قعدت تتنطط قدامه وتسأله بدلع ايه رأيك شكلي كيوت؟ جيرو وشه بقى زي الطماطم وهي قعدت تتريق عليه لأنه اتكسف من مجرد مايو. جيرو كان في عالم تاني خالص لدرجة إنها سمته زبالة لأنه مش عارف يشيل عينه من عليها. قالت له إنها كانت نازلة البحر وسألته لو المايو ده مفتوح زيادة عن اللزوم. جيرو بص لها بذهول وقال لها انت كده اوفر قوي. جيرو سألها بوجع لو كانت رايحة تقابل شباب وردت بخبث وده يضايقك في ايه، بس في الاخر وضحت انها رايحة شغل صيفي في كافيه بعيد. وجيرو حكى لها عن شغل هو كمان وان شيوري هتكون موجودة هناك. جيرو كان واقف بيتكلم مع أكاري وتنابي وقال لها إنه شايفها بتتعب عشان تقرب من تنجن مينامي، فقرر هو كمان ياخد خطوة عشان يقرب من شيوري ساكارازاكا. أكاري أول ما سمعت كده ركبتها العند ونطت فوق جيرو بجرأة وقالت له قول إنك هتوحشني.
قول إنك هتحس بالوحدة من غيري. بس فجأة ملامحها اتغيرت وقلبت لحزن، وقالت له بصوت واطي: أنا اللي بدأت أحس بالوحدة. جيرو ما قدرش يقاوم وخدها في حضنه، وهي استسلمت وقالت إنها بتشحن طاقتها منه. سألها بارتباك لو كانت هتغير المايوه. قالت له بخبث: ليه مش عاجبك؟ جيرو رد بصدق: أنا راجل وطبيعي يعجبني. أكاري ضحكت وقالت له إنها جايبة مايوه تاني، بس ده هتلبسه له هو بس في يوم يروحوا فيه البحر سوا. جيرو وشه بقى طماطم، واكتشفوا بالصدفة إنهم رايحين يشتغلوا في نفس المكان. وصلوا البحر. مينامي كان هناك بيعرفهم على المكان، وأكاري عينيها كانت بتلمع وهي شايفاه كول، بينما شيوري ساكارازاكا ما كانتش بتشيل عينيها من على جيرو. صاحب المكان بدأ يوزع الشغل، وشيوري استغلت الفرصة وطلبت من جيرو يشتغل معاها في المطبخ، والجو بينهم بقى رايق وهادي. في المطبخ شيوري كانت بتساعد جيرو، ومي هامانو كانت بتراقبهم وتوز في ودن شيوري وتقول لها: بص لظهره، ده ظهر الراجل اللي ملوش لازمة اللي انتي واقعة فيه. جيرو كان سرحان وهو بيساعد شيوري، وسألها ازاي يحط الكريمة على الحلويات. قالت له برقة: تعال نتدرب، اعملها بالراحة وبكل حنية. جيرو بدأ يضغط، وشيوري بتقول له: أيوة كده، وخليك ثابت وحرك إيدك بالراحة. وفجأة الكريمة انفجرت وغرقت وش شيوري كله في مشهد مريب جدا. جيرو ارتبك وبدأ يمسح لها وشها، وهي حست بدفى إيده وافتكرت كلام مي إنها لازم تستغل الصيف ده وما تضيعوش من إيدها. بصت في عينه بقوة وقالت له: بصلي يا جيرو، ركز فيا. وكأنها بتقول له: اعترف بحبك دلوقتي. جيرو كان جواه بركان، وحلف إن الصيف ده مش هيعدي زي زمان لما شيوري سافرت وهو ما قدرش ينطق بكلمة. وبدأت خروجة البحر اللي الكل مستنيها. أكاري وأصحابها نزلوا بمايوهاتهم اللي تخطف العين، وصاحبنا أبو نضارات كامو كاداواكي كان حاسس إن نظره هيرجع من كتر الجمال اللي مال المكان. والصيف لسه في أوله والولعة بدأت. شيوري ساكارازاكا وصاحباتها قربوا منهم وسألوهم: مش هتنزلوا المية ولا إيه؟ وماي هامانو قعدت ترخم عليهم وتقول لهم إنهم أكيد واقفين بس عشان يبحلقوا في البنات. جيرو بسره كان بيقول: يا بنتي دي مش مجرد بنات، دي كنوز مقدسة، وتسلموا إنكم سمحتوا لنا نكحل عينينا بالبضاعة دي. صاحبه كامو كدواكي كان في قمة تركيزه، وبص لجيرو وقال له بلهجة فيلسوف: يا ابني انت عبيط، دي فرصة عمرك تشوف الجمال ده عن قرب كده، المرة الجاية مش هتشوفها غير في عالم افتراضي. جيرو شاف أكاري ملموم حواليها شوية شباب وبيضايقوها. جيرو الدم غلي في عروقه، راح ماسك دراع أكاري بقوة وقال لهم: دي مراتي. الشباب خافوا جريوا، وأكاري وقفت مذهولة. ديرو اعتذر لها إنه قال مراتي وافتكر إنها هتتضايق، بس هي تعصبت وقالت له إنها عمرها ما كرهت الكلمة دي، بس هو لو فضل كده عمره ما هيعرف يوقع بنت. وقالت له بتحدي: وريني مرجلتك واستخدمني كتدريب ليك. في السونا البنات قعدوا دردشوا مع أكاري عن جيرو، وقالوا لها إنه باين عليه خام وعنده أحلام مش واقعية عن البنات. بس أكاري سكتت. مي هامانو لاحظت إن شيوري قاعدة ساكتة ومحروجة، فأكاري اعتذرت إنهم بيتكلموا في مواضيع خاصة قدامها، بس شيوري ردت برقة وقالت إنها بس ما عندهاش خبرة. وأكاري بصت لها بحنان وقالت لها إنها رقيقة جدا، ومفهوم ليه جيرو ممكن ينجذب ليها. بعد ما خرجوا أكاري شافت جيرو ولقيت جسمه ملتهب من الشمس، راحت له معاها كريم وبدأت تدهن له ظهره بحنية. جيرو بدأ يقلق وقال لها: الناس هتاخد بالها لو فضلنا واقفين مع بعض كتير، بس هي ردت بدلال وقالت له إنه بيقلق زيادة عن اللزوم. وسألته بخبث: هي رقبتك بتدغدغك؟ فجأة صحابها ظهروا، وجيرو من خضته واتحرك بسرعة البرق عشان يبعد. سألهم يشربوا إيه، ولسوء حظه نادى على أكاري بلقبها الرسمي وتنابي. هنا أكاري وشها قلب وضربته بنظرة تخوف وقالت له: عصير تفاح، وهي بتجز على أسنانها. وبعدين بعتت له رسالة تليبثي بعينيها إنها مستنياه بالليل على الشط. بالليل جيرو قعد يعتذر وهو مش فاهم هي زعلانة ليه أصلا. أكاري كانت واقفة بالمايول اللي مجهزاه له مخصوص، وقالت له بوجع إنها كانت مستنية اللحظة دي بفارغ الصبر، بس هو كل اللي شغله كلام الناس وبيتعامل معاها ببرود قدامهم. جيرو قال لها: أنا راجل ممل، وأكيد وجودك جنبي قدام الناس بيحرجك. أكاري اتعصبت وشدته ليها بقوة وقالت له: مين قال إن ده يهمني؟ بصلي زي ما بتبصلي وإحنا في البيت. جيرو حس بضغط مش طبيعي وأعصابه بدأت تنهار، وهي كملت كلامها وهي مقهورة: أنا بكره إننا بنبقى أغراب أول ما نخرج من باب البيت، وبكره إنك بتناديني بلقبي الرسمي.
جيرو وعدها إنه هيناديها أكاري على طول، وهي هديت شوية. وفجأة سمعوا صوت شيوري ومنيام همنوا قريبين، فاستخبوا بسرعة ورا الخشب. القرب بينهم في المكان الضيق ده كان غير مريح بالمرة، أنفاسهم كانت داخلة في بعض، وأكاري حست إن جيرو جسمه سخن ونبضه عالي. بدأت تفكر بحزن إنها تعبت عشان تلبس المايو ده وتوقعه، بس هي حاسة إن ملهاش مكان في قلبه. لما شيوري ومي مشيوا بعد ما أكاري خوفتهم، أكاري زقت جيرو وقالت له ابعد عني، أنا مش مصدقة إنك بتبحلق في موقف زي ده. جيرو رد عليها ما انت اللي قلتيلي بص. أكاري قالت له بكسوف دي كانت ساعة شيطان، انسى اللي قلته. جيرو اتعصب وقال لها يعني طلبك اني اناديكي باسمك قدام الناس كان ساعة شيطان برضه؟ لو كده يبقى مفيش حاجة هتتغير. أكاري خافت ودارت نفسها بإيديها وقالت له أنا بكره الموقف ده، أنا محروجة قوي. وفجأة جيرو وقع على الأرض وهو بيتنفس بصعوبة. أكاري استغربت وقالت له مالك؟ أكاري بصت له بذهول وطلبت منه يرفع عينه ويبص لها، والجو اتقلب في ثانية من خناق لتوتر مشحون، وقالت له إن اللي حصل له ده كان مجرد ضربة شمس، وسألته لو كان بقى أحسن. جيرو اعتذر لها إنه كان رخم معاها طول الرحلة، بس هي قطعته وقالت له بطل تعتذر بقى، وفكرته بكلامه لما قال لها ما انت اللي قلتيلي بصي. وقالت له بغرورها المعتاد إنها كانت بتسيبه عشان كان بيصعب عليها، وإن المفروض يشكرها على كده. الصبح دخل الحمام لقى إيكاري بتسرح شعرها، سألته ماله، ولما ملقاش رد راحت زقاه في وشه بلقم. جيرو اتخض وشرق في معجون السنان اللي في بقه، وهي قعدت تضحك عليه وادت له الفوطة بتاعتها وقالت له خلي ده سر بين الزوجين. في الشغل شيوري ساكارازاكا كانت قاعدة ومنهارة من التعب. جيرو قال لها إن في اختبار شجاعة وكل اتنين هيبقوا مع بعض. شيوري مسكت فيه بخوف وقالت له إنها طول الليل كانت بتسمع أصوات وتخبيط غريب وما نامتش من الرعب. جيرو طمنها وقال لها يا ريت نكون مع بعض، أنا حافظك وعارف هطمنك إزاي. شيوري بصت له بإعجاب وقالت له أنا بجد بحب الحتة الحنينة اللي فيك دي. وأول ما استوعبت هي قالت إيه هربت بسرعة عشان ترمي الزبالة. هنا ظهر المخطط الكبير كامو كادواكي، وبدأ يوزي جيرو في ودنه ويقول له إنه يقدر يخلي أحلامه حقيقة ويخليه مع شيوري في الاختبار ده، لأن أخوه هو صاحب المكان والموضوع اللعب عيال بالنسبة له. مي هامانو دخلت في اللعبة هي كمان، وبدأت تنسق مع كامو عشان يوفقوا الراسين في الحلال. بس مي خافت شيوري تشك في الموضوع لو حست إنه مترتب. المفاجأة إن جيرو طلب من كامو طلب غريب، قال له أنا مستعد أدفع لك الضعف، بس خلي أكاري وتنابي تكون مع تنجن مينامي. جيرو كان بيفكر في أكاري وشاف إنها تعبت قوي عشان تقرب من تنجن، وما حبش إن هو اللي يوصل للي عاوزه وهي تفضل وحيدة ومكسورة. كامو وافق وهو مذهول من شهامة جيرو وتضحيته دي. وجات اللحظة الحاسمة، جيرو بقى مع شيوري وأكاري بقت مع تنجن. أكاري كانت مرعوبة من الضلمة، فتنجن مسك إيدها بحنية وسألها لو كده أحسن. قالت له أيوة، بس وهي ماسكة إيده غصب عنها قارنت بين ملمس إيده وإيد جيرو، وحست إن إيد جيرو فيها حاجة زيادة، بس قطعت تفكيرها بسرعة. وهي ماشية اكتشفت إن تليفونها ضاع، وفي المطبخ الكل بدأ يقلق عليهم لأنهم اتأخروا، وصحابهم قالوا سيبوهم يمكن الجو بدأ يحلو بينهم. الجو فجأة قلب شتا، وفي وسط المطر ده جيرو عرف إن أكاري وتنابه تاهت وهي بتدور على تليفونها، والكل اتفرق عنها وجري في المطر زي المجنون عشان يدور على أكاري. أكاري في الناحية التانية كانت منهارة، حاسة إنها ضايعة من غير جيرو اللي دايما بيوصلها، وقعدت تعيط وتعتذر لنفسها إنها دايما بتعتمد على غيرها. وفجأة سمعت صوت شخللة وصرخت بأعلى صوتها جيرو، بس اللي ظهر كان تنجن مينامي. تنجن قعد جنبها عشان يستنوا المطر يخف، وضحك بهدوء وقال لها أنا آسف إني طلعت أنا مش جيرو. أكاري اتكسفت وطلبت منه يبطل ضحك، بس تنجن سألها بصراحة هو أنت بتحب جيرو؟ واعترف لها إن الموضوع ده محزنه شوية. في نفس الوقت شيوري وصلت لجيرو ومعاها شمسية، وبلغته إن تنجن لقى أكاري. جيرو حس بكسرة نفس، وقعد تحت شجرة وهو حاسس إنه لوزر فاشل، وإنه كان المفروض يستنى مكانه بدل الجري اللي ملوش لازمة ده. شيوري قربت منه وقالت له بحنية أنت مش فاشل، أنت بقيت كول قوي بعد تجربة الجواز دي، وأنا بغير من أكاري عشان شافت فيك جانب الزوج اللي أنا مش عارفة أوصله. جيرو حاول يفهمها إن مفيش مشاعر بجد بينه وبين أكاري، وسألها عن اللي حصل بينها وبين تنجن بعد التدريب اللي فات.
شيوري وشها أحمر وقالت له إن ما حصلش حاجة، وإن جيرو هو صاحب أول بوسة في حياتها، وسألته لو كان الموضوع ده فارق معاه. جيرو اتلعثم ومعرفش يرد، ولما جت تمشي مسك إيدها بقوة، وهي قالت له بنبرة وجع: لما هنكبر مجرد إننا صحاب طفولة مش هيكون كفاية عشان أفضل جنبك يا جيرو. في الناحية التانية الحقيقة بدأت تتكشف بين أكاري وتنجن. تنجن قال لها إنه بيحبها زي أختها الصغيرة، وأكاري فهمت في اللحظة دي إنه بيرفض مشاعرها بشياكة. سألته بقهر: لو كنت بقيت مراتك في التجربة دي كنت هتحس إني أختك برضه؟ تنجن اعتذر لها وقال لها إنه عارف بمشاعرها من زمان، وإنه بيبادلها التقدير، بس قلبه ملك لواحدة تانية خالص، قصة حب من طرف واحد ومستحيل تتحقق. أكاري سألته لو كانت شيوري هي اللي في قلبه، بس هو ضحك وقال لها: انتي فاهمة غلط خالص، دي حد ما تعرفهوش. تنجن طمنها وقال لها إن جيرو لسه قدامها فرصة معاه لو حاولت، ودعالها إن حبها يكمل على خير. أكاري وقفت وهي بتعيط وبتقوله إنه غلطان، لأنها كانت بجد بتفرح وهي معاه وقلبها بيدق بسببه، وشكرته بكل إخلاص لأنها في يوم من الأيام كانت بجد بتحبه. الجو كان مشحون بوجع الفراق وبداية نضج المشاعر اللي بجد، والكل واقف في المطر مش عارف بكرة مخبي إيه. أكاري وتنابي قررت إنها مش هتقف تتفرج، وبعزيمة قوية حلفت إنها هتعمل كل اللي تقدر عليه عشان توصل لقلب جيرو من غير ندم. تنجن كان بيفكر في هدوء هو ليه أكاري كانت فاكرة إنه بيحب شيوري. هو عارف إن شيوري وقعت الحب هي كمان، وبكل شهامة اتمنى إن الأمور تمشي صح لكل الأطراف. تاني يوم أكاري وقفت قدام المزار زي المرة اللي فاتت، بس المرة دي بدل ما ترمي عملة صغيرة رمت ورقة ب1000 ين بحالها. اعتذرت للقوى العليا وقالت إنها غيرت رأيها في الشخص اللي كانت معجبة بيه، وعارفة إن فرصتها ضعيفة خصوصا بعد ما شافت جيرو وشيوري راجعين ووشهم أحمر من الكسوف، بس طلبت مدد وقوة عشان تقدر تكمل في اللي هي ناوية عليه. في ناحية تانية شيوري ساكارازاكا كانت بتنشر الهدوم ودماغها مش بتبطل تفكير. ذكرى البوسة مع جيرو مش بتفارق خيالها ثانية واحدة. كانت بتسأل نفسها بوجع: هو أنا كنت أول بوسة في حياته بجد؟ بس رجعت لواقعها وافتكرت إن أكاري عايشة معاها في بيت واحد وأكيد سبقتها بكتير. حست إنها مجرد صديقة طفولة، وإن اللي حصل بينهم كأنه غلطة أو خيانة، وفضلت محتارة يا ترى جيرو كان حاسس بإيه وهو في حضنها. أما جيرو فكان قاعد بيلعب كالعادة، والبنت اللي في اللعبة اعتذرت له وبسته، وده خلاه يفتكر شيوري فورا. قعد يحلل الموقف، يا ترى شيوري كرهت اللحظة دي؟ هو شاف إنها كانت فرصته الوحيدة مع حب عمره اللي كان قرب ييأس منه، بس اعتذار شيوري المتكرر بعد البوسة خلاه يتلخبط. قعد يفكر في كلمتها صداقة الطفولة مش كفاية، وحس إنه محتاج يجمع نقط خبرة كتير عشان يفهم هي تقصد إيه. نزل يشتري كولا وشيبسي وراح لمحل مانجا، وهناك لقى شيوري بتمد إيدها على نفس الكتاب اللي عاوزه. الاتنين اتخضوا، وشيوري قالت بكسوف إن أخوها هو اللي طلب منها الكتاب ده. كانت دي آخر نسخة، وجيرو بحنيته المعتادة أصر إنها تاخدها هي. بعد ما خرجوا لقى الدنيا بتمطر تاني وهو ما عندوش شمسية. جيرو كان بيدور على أي كلمة يفتح بيها كلام عشان يصلح الجو، بس شيوري سبقته وقالت له: تحب تيجي عندي البيت؟ أهلي مش موجودين. جيرو وافق وهو مش مصدق، ودخل البيت ولقى العفش شبه عفش أوضته بالظبط، فحس بألفة غريبة. شيوري قعدت جنبه بكسوف لدرجة إنها كأنها هي اللي ضيفة مش صاحبة البيت. جيرو شم ريحة تجنن وقال: الريحة دي أصلية قوي. هو كان يقصد القهوة، بس شيوري فهمت حاجة تانية خالص واتكسفت. قعدوا يقروا سوا كأنهم كابل عجوز، وجيرو كان في قمة سعادته، مش عارف يركز في كلمة واحدة من اللي بيقراها. عينه كانت على شيوري، على لبسها الرقيق وبياض جسمها وريحتها اللي تدوخ. شيوري قفشت وهو بيبص لها وسألته برقة: في حاجة في شكلي غريبة؟ جيرو اتلعثم وقال إنه بس بيسأل بتقرأ إيه، وهي وعدته إنها هتسلفه الكتاب ده في وقت تاني. الجو في الأوضة بقى هادي بس مشحون بتوتر وقرب يخلي القلب يدق أسرع من اللازم. شيوري ساكوزاكا دخلت أوضتها ووقفت قدام المراية، قلبها كان بياكلها وبتقول لنفسها: يا ترى أنا كنت بجحة بزيادة لما عزمت جيرو عندي؟ تفتكروا كرهني دلوقتي؟
وفي نفس اللحظة جيرو كان قاعد بره بياكل في نفسه وبيفكر يا ترى هي كرهتني عشان ما أخدتش خطوة. بس رجع فكر بجدية إنه في أوضة لوحده مع بنت ولازم يوزن كل كلمة وكل حركة. هو عارف إن شيوري مش من النوع الجريء مع حد، فمعنى إنها تعمل كده يبقى أكيد في مشاعر، وقرر إنه لازم يفتح معاها الموضوع ده ويحسمه. فجأة شيوري خرجت وهي متحمسة وبتقول له بص بسرعة بره. لقوا قوس قزح مزدوج في السماء، منظر يخطف القلب. شيوري طلبت منه يتصوروا سيلفي سوا، والاتنين لزقوا في بعض عشان الصورة تطلع مظبوطة. جيرو طلب منها تبعت له الصورة وحس إن دي اللحظة المثالية عشان يتكلم، بس شيوري ورته صورة تانية ليهم وقالت برقة أنا بحب الصورة دي قوي. جيرو افتكر أكاري وتنابي في اللحظة دي وسكت. شيوري سألته كنت عاوز تقول حاجة؟ رد بكسرة لا ولا حاجة نسيت. وفضلوا باصين للسما وجيرو حاسس إنه طول عمره كان بيهرب من الحب الحقيقي. لما رجع البيت لقى رسائل كتير عمالة تنط على تليفونه. افتكر إن صاحبه الرزل كامو كادونواكي هو اللي بيبايغ، بس لقى إنها أكاري وتنابي كانت بتقوله إنها زهقانة، وهو رد إنه كمان زهقان. أكاري اتكسفت من نفسها وقالت أنا مالي متوترة كده ليه؟ ده جيرو يعني. طلبت منه يقابلها عند المحطة كمان ساعتين. جيرو استغرب وقال ده فخ، أكيد عاوزة تسيح لي قدام صحابها. بس هدي وفكر إنها يمكن بجد عاوزة تخرج معاه كصحاب. جيرو راح قبل الميعاد ب10 دقايق، وفضل مستني ربع ساعة زيادة ولسه هيمشي لا أكاري جاية بتجري وبتعتذر له إنها اتأخرت عشان التجهيزات أخدت وقت. قالت له بدلال دي تعتبر خروجة رومانسية، وأنا تعبت عشان أجهز نفسي فمستحيل ما كنتش آجي. سألته بكسوف أنا شكلي كيوت؟ جيرو اتلعثم وقال لها إن لبسها مختلف عن العادي بس شكلها يتجنن. هي شكرته وقالت له بهمس الطقم ده ليك انت بس عشان عارفة انك بتحب النوع ده من اللبس. جيرو استغرب هي ليه بتهتم بذوقه للدرجة دي. أكاري مسكت إيده ودته كافيه كانت شافته في التلفزيون، واستغربت جدا إن جيرو لسه فاكر إنه مكانها المفضل. جيرو جرب المشروب بتاعه وكان مر شوية، فأكاري قالت له إنها عاوزة تدوق من الشاليمو بتاعه، وقالت بجرأة الكريمة بتاعتك مر قوي. جيرو بصلها بذهول وهو بيفكر هي أكاري طول عمرها كده ولا إيه؟ بعدها راحوا كافيه قطط، وأكاري كانت طايرة من الفرحة. جيرو قعد يراقب ضحكتها اللي بتنور وشها، وقال لنفسه إنه ما كانش يتخيل أبدا إن البنت اللي قابلها أول مرة ممكن تكون بالرقة دي. قعدوا يلعبوا مع القطط، وجيرو حس إن الصيف ده ليه طعم تاني خالص غير قعدة الجيمز والبيت. أكاري بعتت له صورتهم مع القطة، وجيرو من غير ما يحس قال لها ده الصورة طالعة كأننا عيلة، والقطة كأنها ابننا الصغير. أكاري قعدت تضحك وقالت له يا ريت لو نقدر نربي قطة بجد وإحنا بنمثل دور المتجوزين. وهم طالعين على سلم المحطة عشان كل واحد يروح، أكاري بصيت له بنظرة فيها كلام كتير لسه ما اتقالش. واللحظة دي كان فيها إحساس غريب، وفجأة افتكرت إنها نسيت تجيب تميمة الحظ من المزار، وطلعت تجري زي المجنونة. وجيرو وراها بيحاول يلحقها وهو شايل شنط وتعبان. وهم بيجروا خبطوا في مين؟ شيوري ساكوزاكا. أكاري بذكائها المعهود قالت لها بضحكة أنا قلت جيرو أكيد حابس نفسه في الأوضة فقلت أخرجه يشم شوية شمس. شيوري سألتهم لو كانوا مروحين، بس أكاري قالت لها إنهم رايحين المزار وفكرتها بأول مرة تقابلوا فيها هناك. التوتر رجع تاني وأكاري بكل تحدي طلبت من شيوري يدخلوا سبق لحد فوق، والضحية طبعا كان جيرو اللي شال بضاعة وشنط الكل وطلع وراهم ينهج. وصلوا المزار وهم منهارين ولقوا ست عجوزة هناك استغربت من منظرهم وسألتهم لو كانوا كويسين. جيرو رد بتعب وهو مش قادر ياخد نفسه. البنات بصوا لبعض وبصوا لجيرو وأكاري قالت في سرها إنه فعلا جيرو اللي هي عارفاه، وفضلوا يضحكوا على منظره بعد ما عمل تمرين حياته عشان يوصل لهم. الموسم ده خلص وجيرو شايل شيلته وحياته اللي بدأت تتعلق بأكاري وتنابي. بس الحكاية لسه ما خلصتش، والترم الجاي مخبي بلاوي ومشاعر وتوتر هيخلي القلوب كلها على كف عفريت. استنوا اللي جاي لأن المشاعر لسه فيها كتير.